السلام عليكم وحدة حياة حب الأحلى متابعين، أتمنى تكونوا بخير. النهاردة يعني عمركم تخيلتوا إن النسكافيه اللي بنشربه كل يوم ممكن نعمل منه تجربة مجنونة؟ النهاردة قررت أشغل البوتاجاز وأحطه، أحط النسكافيه كده وشوف بنفسكم إيه اللي هيحصل. صدقوني النتيجة هتبهرك جدا، هتغير نظرتك للنسكافيه تماما. هتجيبي كده بقى نسكافيه يكون غامق، وهنحطه كده على طاسة على نار هادية جدا، ونقلب تقليب خفيف كده لما يسخن معانا. وده بيدينا بص بيطلع ريحة خطيرة جدا من النسكافيه، وهيعبق كل المكان. تاني حاجة هيدينا طعم خطير جدا. لما تجربوه هتدعولي في يعني من التجربة اللي احنا شفناها دي. تمام. هو يدفى معانا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. بجد هتغيروا، هيغير مفهوم النسكافيه اللي احنا بنعمله على طول. اول حاجة بقى كده جيبي نص كوباية او كوباية حسب ما انت تعملي. لو كوباية نسكافيه هتبقى كوباية سكر، لو كوباية يعني نص كوباية هيبقى نص كوباية سكر، حسب كمية النسكافيه تبقى بنفس كمية السكر. وما ينفعش نقلل السكر خالص في الوصفة دي او في الطريقة دي، علشان السكر هو اللي هيديكي الهشاشة اللي احنا عايزينها او الرغوة اللي احنا عايزينها وبنستخدمها على طول. بس جربوا في الطاسة نسكافيه تمام، يكون نوع كويس. وهنحط بقى كده نص كوباية مية فترة، او حليب او لبن، اي حاجة متوفرة. ممكن لبن ممكن مية بحرارة الغرفة. هنشغل بقى كده بالمضرب. ممكن نعملها بالمضرب اليدوي بس بياخد معانا وقت كتير. بس كده هناخد نضربه حوالي 8 9 دقايق كده. هنقعد نضرب فيه كده عشان يبقى معانا الرغوة اللي احنا بنحبها، ونعمل منها كوفي، ونعمل منها نسكافيه الحليب، او نعمل منها اي حاجة نحفظها عندنا في الفريزر، او في التلاجة تقعد معانا شهر. انا زودت هنا شوية سكر. حسيت السكر حبة صغيرين شوية عادي، مش كتير، معلقتين كمان. هنضربهم بقى شوية كده. ممكن المية يكون دافية او لبن زي ما قلنا. ومكونات سهلة قوي. هبدأ دلوقتي بقى ايه، هضربه لما يبقى معايا القوام اللي انا عايزاه يتقل. شايفين اللون بيفتح معايا ازاي، وبيطلع ريحة القهوة بتبقى جميلة جدا ورهيبة، تعبق المكان. جربوها على نار هادية جدا، يدفى، بيبقى مذاق غير طبيعي. بصوا بقى كده لما يبقى معايا ما ي... ما ينزلش من المضرب. اه بصوا كده. خلاص كده، خلاص مش خلصنا. نحطه بقى في علبة وتحفظيه في التلاجة او في الفريزر بالشكل اللي انتي شايفاه ده. بقى ما شاء الله بقى عامل ازاي، رغوة جميلة جدا. ودي بقى تحطيه هتعمليه بارد او سخن. لو هتعمليه سخن تغلي الحليب او اللبن، ولو هتعمليه بارد اللبن بيبقى ساقع وتلج، وبتحط عليه بقى الكمية اللي انت عايزاها. وطعمه شبه الايس كريم، اللي هو المتلج بيبقى شبه طعم الايس كريم بالظبط بطعم النسكافيه، خطير. ولو عملتي سخن بيبقى طعمه خطير.
طبعا الحاجات اللي احنا استخدمناها دي مش هنرميها، هنحط فيها كده، نعمل نسكافيه برضو، حرام نرميه. فهنعمل فيه نسكافيه ونزود الرغوة اللي احنا عايزينها. انا لسه محطتش اي حاجة، دول بس من الطبق. والكوبايه دي برضو محطتش معاه محطتش رغوة الا نص معلقة صغننة اهي. شايفين الرغوة بتاعته بتقعد معاكي فترة كبيرة جدا، ما يجراش اي حاجة. الصراحة لما بيتحمص كده بيدي طعم جميل جدا، كأنك عاملاه في مكنة النسكافيه. دلوقتي بقى لحظة التذوق، يلا جربوا بقى وقوموا اعملوه. طعمه بجد تحفة، النكهة قوية جدا، كأنها من كافيه غالي فعلا. عمرنا ما نتخيل ان حاجة بسيطة زي كده ممكن تعمل فرق. لو عجبك الفيديو جربيه بنفسك وقوليلي في الكومنتات ايه رأيك. متنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك او على اول مرة تشوفيني، لان عندي افكار مجنونة كتير زي دي.